في عملية نوعية قامت بها كتيبة الحزم التابعة للجيش الوطني في إحدى النقاط الأمنية في منطقة مجبجب بمحافظة الشبوة، فقد تمكنت من إلقاء القبض على كميات كبيرة من المواد المخدرة والحشيش على متن سيارة كانت في طريقها لتسليم ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وتمويل مقاتليهم بهذه المواد المخدرة حتى يواصلوا اعتداءاتهم على أبناء الشعب اليمني. تم الاشتباه بهذه السيارة في نقطة المجبجب وتم تفتيشها وإلقاء القبض عليها بهذه الكمية من الحشيش والمخدرات بفضل الله وفضل الجنود البواسل جنود كتيبة الحزم. 180 كيلو جرام من مادة الحشيش ومواد أخرى مخدرة هي إجمالي الكمية التي تم إلقاء القبض عليها وعلى سائق المركبة المتوجهة إلى مقاتلي ميليشيا الحوثي وصالح في مديرية بيحان وعسيلان، حيث عملت الميليشيات على إخفاء تلك الكميات أسفل صندوق المركبة ومحيط خزان الوقود، ما يظهر مدى حقد وجرم هذه الميليشيات الانقلابية. تم تسليم السائق للجهات المختصة لا أخذ عن الاعتراضات منهم وانتزاعهم إن شاء الله، يعني يصلون إلى أدلة دامغة للجريمة والعصابات اللي معه ننجحه إن شاء الله. عملية تهريب الحشيش والمواد المخدرة هذه لم تكن هي الأولى التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بل سبق وعثر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على إحباط عمليات تهريب متعددة، كان آخرها ضبط سيارة تحمل كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة ومحاولة سائقها الفرار، ما دفع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى إطلاق النار عليه وإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة المعنية في محافظة مأرب. ياسر هادي، قناة اليمن الفضائية.